اتفضل. عقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي. نعم. رحلتك من البداية للنهاية في القوات المسلحة. أنا اتخرجت من الكلية الحربية سنة 1992. نعم. التحقت بالقوات الخاصة. انتقلت بعد كده يعني التحقت بالقوات الصاعقة الأول، وبعدين بعد كده التحقت بالقوات الخاصة. خدمت فيها أكثر من 18 سنة خدمة ميداني، متنقل ما بين القوات الخاصة، نعم. وأربع سنين في المخابرات الحربية. وتقاعدت سنة 2013، 1/7/2013، لتعدد الإصابات وعدم اللياقة الطبية. نعم. ده باختصار يعني. ده باختصار شديد. طيب، رمز العدالة أو الجيش الإلكتروني بدأت فكرته إزاي معاك؟ هو في الجيش الإلكتروني أصلا بدأ في الأول خالص عن طريق الرائد خالد، طبعا دي حقيقة. يا سلام. وكل الناس اللي كانت معاه طبعا بتساعده. نعم. فهي ما جاتش معايا انا الفكره، يعني انا مش صاحب الفكره عشان بس الناس لا، بس الناس معظمهم بيقول ده، يعني إن حضرتك هو معظم الناس بتقول كده، بس يعني انا بقول ان انا مش صاحب الفكره قوي، ولكن انا كنت داعم للفكره. نعم. ان لازم يكون لينا صوت يقدر يرد على اللي بيحصل ضد شبابنا. يعني يعني معروف ان الاستعمار الجديد مش بالرشاش وبالطبنجة. بالضبط. الاستعمار الجديد بحروب الجيل الرابع او ما يصاحب الغزو الفكري. أيوه. 99% من الشعوب العالم متواجدة على شبكات التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر. نعم. أصبحت هذه الشبكات اللي طلب الرئيس السيسي حاليا بغلق بعض المواقع الجهادية، أيوه. أصبحت ذات تأثير قوي جدا 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 على نفوس الشباب، وابتدت تتسحب في طرق مش مظبوطة. فأنا كنت شايف إن مواجهة العمليات النفسية نعم. تكون بعمليات نفسية مضادة، ومنها اختراق كل الهاكرز وكل المحارب ضد الدولة المصرية. تمام. بس فده كان دعمي للجيش المصري تمام. الالكتروني. انما انا اصلا مش هاكرز، ولا انا مش راجل مقاتل يعني. مقاتل في العلن. بالظبط كده. تمام. طيب، أول حاجة عملتوها كده وحسيتوا إنكم فعلا وصلتوا رسالة مهمة لأعداء الوطن. هو انا اقول لحضرتك على حاجه من غير الخوض في تفاصيل، ولكن ماشي الحال. بعض المعلومات اللي تم اختراقها في مواقع الاخوان المسلمين بالتحديد، ومواقع خارج اخرى بخبرات مضاده بالتحديد. دي اعتقد انها فادت اجهزه الامن كتير يعني. بالتأكيد. هل في تنسيق ولا هم لا بيستفيدوا خالص، بشكل هو غير مباشر؟ مفيش تنسيق. ولكن هو مفيش تنسيقات معلنه. يعني مفيش تنسيقات معلنه. هذا الجيش الالكتروني هو شباب وطني، لا يتبع جهه رسميه سياديه او جهه رسميه. ولكن القصه كلها ان اجهزه الامن عندنا اجهزه الامن في مصر شديده الذكاء، عندها من الفطنه والحنكه والخبره انها تقدر تقيم المعلومات اللي بتيجي عن طريق الشباب دول، وتستفيد منها بشكل او باخر. ده في اعتقادي يعني. طيب. اعتقادي الشخصي. وباعتبارك يعني مقاتل وخبير امني واشتغلت بالمخابرات الحربيه فتره كما قلت، الروايات المضادة اللي بتنتشر دايما، يا إما تشكيك في الجيش، تشكيك في بتواجهوها إزاي؟ عشان ده بيرسخ في عقول الشباب أشياء أخرى. وانا برضو احب اوضح لحضرتك الموضوع ده، عشان حضرتك انت برضو يعني الصوت بيوصل اعلام. في فرق كبير جدا ما بين العمليات النفسيه والحرب النفسيه. ايوه. العمليات النفسيه، ايه هي العمليات النفسيه؟ نعم. هو التاثير على عقل وفكر وتصرفات عموم ومعظم جموع الشعب. ايوه. عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، الدعايه والدعايه المضاده لكل. يعني انا بعمل لحضرتك خطه نفسيه، أيوه. اخليك تمشي في اتجاه اللي انا عايزه برضاك وبطيب خاطر. نعم. انت دلوقتي انا دلوقتي العمليه النفسيه المخطوطه الاول، أيوه. اللي اتحطت فيها فكره الربيع العبري او الربيع العربي. أيوه. ان انا اسقط الدوله المصريه. طب اسقط الدوله المصريه عن طريق ايه؟ ان انا اسقط جناحين الامن. جناح الامن الاولاني الشرطه، وعرفت نتيجه ممارسات الشرطه، خدت من ممارسات الشرطه بالظبط ضد المواطنين، وكبرت الموضوع بعمليه نفسيه لدرجه ان الناس كلها خدت بقى الطيب بالخبيث لحد ما سقطت الشرطه. فكان الخطوه الثانيه اللي بعد كده ايه اللي اقدر اعمله عشان اسقط او اسقط القوات المسلحه في صدام مع الشعب، عشان احوله لسوريا او احولها اليمن او احولها لليبيا وتضيع الدوله المصريه. وللاسف كان هذا المخطط كان سيجري على يد الاخوان المسلمين، وكان على وشك تنفيذه قبل 30/6. ده كان معروف وسط العمليات النفسيه. وهل الاخوان كان عندهم علم بده؟ نعم. مستخدمين بارادة لا، هو حضرتك مش شرط انه يقول له كده. هو زي بالظبط ما حصل في الشرطه. لو جيت حضرتك بصينا
زمان في الخمسينات والستينات كان في فيلم اللي هو لا تشرب الدواء فيه سم اه قاتل. اه لو انت حضرتك بصيت أيوة. الفيلم ده، انا بقول لحضرتك انا ببعد بحضرتك بعيد. آه. الفيلم ده كانت الرساله النفسيه ان حكمدار العاصمه اللي الصمة هو مهتم اللي هو اللواء اللي هو مدير الامن مدير مهتم الأمن بمواطن هيشرب دواء. انتهى الموضوع بفيلم هي فوضى. بص كده حضرتك، حلوة أوي الرحلة دي، حلوة الرحلة ما بين الفيلمين. الله ينور عليك. انتهى الموضوع بفيلم هي الله فوضى. ينور على سيادتك، صح. اصبحت الشرطه دلوقتي، انا دلوقتي راجل داخل اتفرج على فيلم بتاع هي فوضى، هطلع منه ان انا كاره الشرطه. ما لما تقعد تقول لي من هنا لبكره لا بس أصلاً. اللي مش فكرة فيلم وخلاص، اللي بيغذيها كانت ممارسات بالظبط برضه كده. عشان هو خد من الواقع ايوه وباع للمجتمع. فلما خد من غزة الواقع فيه. وباع للمجتمع اصبح الوضع غزة فيه. خلاص انت معاك ماده تشتغل عليها. صحيح. طب هو جه ياخد من الواقع ويبيع للمجتمع في القوات المسلحه، ما عرفش، ما لقاش. ما لقاش. ايوه. عشان كده فشلت العمليه. لا ده بالرغم من انه كان مجهز عدة، لانه خلاه طلع وجاب له ارهابيين من بره، حطهم له في بالظبط سينا وقال له بالظبط. دول اللي هيبقوا الجيش البديل، الاسلامي هيبقوا وهو دول السند اللي بتاعك. هيفتحوا. هو حضرتك بيلعب على ايوه المشاعر النقطة ان انا جبت المقاتلين دول من كل حته وقعدتهم في سينا. حتى لو حضرتك بصيت المواقع الجهاديه او المواقع الالكترونيه اللي نعم. اخترقها الجيش الالكتروني، هتلاقي كل كلامه يقول لك الجيش الاسلامي الحر او الجيش الاسلامي موجود في سينا. سينا. المقاتلين الموحدين موجودين في سينا، يعني اللي هم دول موحدين، اللي يعني مش الجيش دول المصري مش مشركين موحدين. كفرة. الجيش المصري مرتد انما الجيش ده مش مرتد. الفكره دي كانت بتروق دايما للاخوان، وكانوا دايما بيغذوها ودايما بيفكروا فيها ودايما بيعملوا. يبقى اذا بعلمهم، يبقى اذا طبعا بعلمهم. حضرتك انت في بعد تصريح البلتاجي هذا الذي يحدث في سيناء سيتوقف في التو والله. ما انت في كونكشن، في واقعه ثانيه بتاعت المحافظه على حياه الخطيفين. هو ده احنا اخذناها كوميديا، اخذنا. ما هي بس يعني احنا مشكلتنا كنا واخدين مرسي على فاصل كوميدي. كمواطنين. قبلها حضرتك برضو محاوله توريط القوات المسلحه او الزج بيها في حروب مالهاش لازمه. الاعلان بتاع مرسي في مؤتمر نصره مرسي اللي هو الجيش مصر جيشا وشعبا ضد النظام السوري. طب انت بتدخل قال قطع العلاقات مع ماشي، سوريا. انت قطعت العلاقات سوريا. جميل، انت راجل سياسي. انما انت تدخل الجيش ليه؟ القوات الجيش المسلحه ليه في المعادلة، الحوار؟ في دي المعادلة. في السياسه معناها اسمها انا بعلن حرب. انا بعلن حرب بالظبط. انت برضو لو حضرتك بصيت هتلاقي انا بحاول ازق القوات المسلحه في حرب مش بتاعتها. فكان تصريح المشير السيسي ساعتها هو وزير الدفاع قال لك ان بعدها بيوم قال لك ان انا ما دي تصريحات سياسيه، الجيش المصري للدفاع عن حدود الدوله ما بيخشش في حروب مع حد. فاصبحت القصه واضح جدا للقاسي والداني الغرض والمقصد من العمليات النفسيه. عمليه ايقاف المؤامره او نسميها عمليه الكرامه اولا. او المناوره بالدوله. المناوره بالدوله، او ما يسمى المناوره بالدوله العميقه مثلا. لا مش بلاش العميقه دي عشان المصطلحات بقول لك الدوله العميقه يعني هي دوله متغلغل فيها الفساد. حضرتك المصطلحات دي برضو لا هو يمكن استخدمت خطا. هي الدوله العميقه تعني يمكن في مفهومي الاجنحه الثلاثه اللي بتحافظ على الامن القومي بتاع البلد. بالظبط. هو فاهم قصه ما هو حضرتك ده كان مصطلح بيحاول الاخوان دايما الترويج ليه ان نصر الدوله العميقه اللي مليانه فساد والاذناب. حضرتك دلوقتي هو بيستخدم الكلام ده دلوقتي، يقول لك الدوله العميقه هي اللي هتخش مجلس الشعب، بتوع الحزب الوطني هم اللي هيخشوا مجلس الشعب. طب انا هقول لك على حاجه، يعني هو ايه يعني الناس اللي كانت في مجلس الشعب او الناس بتاعت الحزب الوطني اللي كانوا موجودين، انت هتعمل فيهم ايه؟ هتنسفهم؟ لا هتحطهم في حته وتولع فيهم؟ وليهم ارضيه في الشارع قبليه وعائليات. بالظبط. انت يعني مهما انت حاولت تقول هتطلع قانون بعد كده اسمه قانون العدل السياسي، ما هو طلع غير دستوري واتشال. بالظبط. فانت مصطلحات بقى الدوله العميقه هي حضرتك تقدر تقول اجهزه الامن بالدوله وعلى راسها القوات المسلحه كانت تحت قياده المشير السيسي، ان هو كان حلقه الربط ما بين كل الاجهزه الامنيه، وهو مدير المخابرات العامه مدير المخابرات الحربيه. قدروا ان هم يناوروا بالدوله فتره حكم الاخوان. ايوه. بحيث انها ما تسقطش في مستنقع سوريا، ما تسقطش في المستنقع الليبي، ما تسقطش في المستنقع اليمني، بالاضافه ان كان كل الامور بتؤدي. البعض بيتساءل في شبه اتهام انه اذا كان كده طيب هو كان اضرب المؤامره من قبل 28 يناير بداية تكسير الشرطة وكذا، فماذا فعل؟ مين بالظبط؟ سيادة الرئيس اللي هو كان وقتها الفريق السيسي أو اللواء السيسي. اللواء السيسي هقول لحضرتك على حاجة برضو من ضمن الحاجات اللي بتتقال وبرضو حضرتك نرد عليها يا ريت عشان تبقى حضرتك يبقى الصورة واضحة جدا. يا ريت. بيقال لحضرتك ان حماس ومش عارف مين اخترقوا الحدود ومش عارف ايه، اذا هو كان مدير المخابرات يبقى هو مسؤول وعمر سليمان. لا انا اوضح لحضرتك. اتفضل. أجهزة الأمن في الدولة الغرض منها هو الإمداد بالمعلومة وليس تنفيذ ما هو بالمعلومة. بالظبط. دي حاجة. الحاجة الثانية إن أجهزة الأمن في الدولة
تعمل كفريق كوره واحد. يعني ايه فريق كوره؟ حضرتك بيبقى عندك مهاجمين وباكات وخط وسط وبلاي ميكر وحارس مرمى. لما بيطرد لعيب انت بتضطر تغير الخطه عشان تجابه الخصم اللي قدامك. بل حضرتك لو خط الظهر كله الاربع باكات والجول طلعوا اتطردوا بره الملعب، فاصبحت الخطه تنهار. تلحق ما تشيلش، ما يخشش فيك اجوان كتير. هو ده اللي حصل بالتحديد بعد يوم 28 يناير. اجهزه الامن استحاله لو انا حاطط مثلا 3 كتايب على الحدود وحصل انهيار في الجبهه الداخليه، انهيار مفاجئ. لان الجيش له عنده من الخطط ان هو يقدر يحمي الجبهه الداخليه، بس بشرط ان الشرطه تنسحب في تزامن مع وجود الجيش. انما احنا ما قلناش ان الشرطه تنهار، دي ما كانتش محطوطه في الحسبان. هل ليه ما كانتش ليه في الحسبان؟ لا انا حضرتك مفيش جهاز شرطه بيقع بالمنظر ده. للاسف في بعض الاخطاء من النظام السابق هي اللي وصلت الحاله كده. انت كنت شايف بعينك ممارسات وزاره الداخليه الغلط، وما حاولتش انك انت تقطعها. ما حاولتش انت بالعكس، انت كنت شايف كل زي ما قلت لحضرتك فيلم هي فوضى. ايوه. وهي فوضى دي بيتجنى على الواقع ولا ده واقع؟ واقع، كان واقع. هو الواقع ده كبره وغزاه ونشره وخلاه عالي قوي وكبير، بحيث انه اصبح صعب جدا ان انت تكذبه لان ده واقع. نعم. بس ادي الحكايه كلها. يعني ده اختصار اختصار شديد ده. طيب هو دلوقتي هل أجهزة الدولة بعيدة عن كل ما يحاك ضد الوطن؟ لا طبعا. سواء داخليا أو خارجيا؟ لا طبعا. وبالذات انت قدام أجهزة يوسف بيعمل كذا، فلان شايفه. ايوه حضرتك، بس انا هقول لحضرتك فليه التباطؤ في لا هو مش تباطؤ. ان انا زي ما قال حضرتك متابعه الفيسبوك وان هم يراقبوا الفيسبوك، هو انهي عنده من المقدره ان انا اراقب ملايين الصفحات؟ هذا السؤال. مستحيل. لكن الفكره ان انت حضرتك بتعمل ايه؟ انت بتحط خطه انك انت تتابع المواقع دي او الصفحات دي، وتبتدي تشتغل عليها ضدها. تبتدي تمسك او يتم القاء القبض. الصفحات المؤثره الصفحات المؤثره بتنشر شائعات، اللي كانت بتنشر شائعات، كانت بتستهدف ضباط الشرطه، كانت بتستهدف يعني معلومات مضلله، يعني بتحاول تعمل عمليه نفسيه مضاده للدوله. انما ان انا بسرعه وادوس على الزرار كل الحاجات دي تقفل. لا اعتقد ان بعد حادثه شارلي إبدو هيبقى وجهه نظر العالم في المواقع دي هتعاد النظر ليه. يعاد النظر، لان انت حضرتك زمان كنت بتكلمه كان يقول لك دي حريه راي وتعبير. دلوقتي هم دخلوا على انت اللي صانع الحادثه، مش احنا اللي صانعينها. انت اللي قلت دخلوا قتلوك عشان رسومات مسيئه. فانت دلوقتي جاي تلوم علينا ليه بقى لما احنا قلنا الكلام ده؟ مفيش حريه راي بقى الكلام ده. فكره حريه الحاجات كاميرون قالها قبل كده. كاميرون رئيس وزراء بريطانيا كان يتعارض مع الامن الوطني، الامن الوطني، فالتزم حقوق الانسان الى الجحيم. بمناسبة حقوق الإنسان، إيه اللي أنت شايفه يعني في فكرة حقوق الإنسان؟ وبعض الإعلاميين يتظاهروا ويعملوا مظاهرات على أي شيء يخص المعارضين فقط، وحين يقتل ضابط شرطة، حين يقتل عشرات لا ده حضرتك، ده أنا في حاجة يعني لا يتحدثون. حضرتك دول عملوا وقفة قدام النقابة وماسكين الإقلام ومصحبة شارلي إبدو. يعني طب والناس اللي بتموت من الشرطه ما شفناكش ليه بتطلع؟ وشرطه الجيش ما شفناش ليه هجمات جد بتوع الاخوان والمظاهرات اللي رايحه جايه بتقطع في الدوله؟ ما شفناكش ليه؟ يعني بتقولها ليه؟ ما عملتش شيء من ده، واقف تتفرج عليه. ما انا بتظهرش غير بالحاجات اللي فيها اعلامي ونفاق وبتاع. ده السؤال، ايه المعنى ده طيب اللي انت شايفه؟ المعنى حتى الان ان هناك ينقص الاعلام المصري الكثير والكثير والكثير من المصداقيه ان هو يتواكب مع الحدث وان الناس تصدقه. هي دي مشكله. مش هتكلم بقى على الاخطاء الامنيه اللي بيقع فيها الاعلام لا ده موال تاني، ده عدم خبره، وان انا مش كل اللي اشوفه انشره فعلا يعني. ده في حلقه لسه معموله عامله حديث مع بتوع المفرقعات وبتعملوا ايه وبتشتغل. طب ما تقول يعني يعني للعناصر الارهابيه بقى انت بقى بتعمل ايه بالظبط عشان هو ياخد باله ما يعملكش الموضوع تاني. باله هو بالظبط كده. ففعلا دي رساله مهمه. طيب بالنسبه لمستخدم المواقع اللي هي سواء المواقع التواصل الاجتماعي او المواقع الخاصه، ايوه صح، ايه النصيحه اللي تحب تقولها لهم في الاطار ده؟ مفيش. هو انت يعني الفيسبوك اتعمل عشان يقرب الناس من بعضها، تمام، ونتبادل الاراء، تمام، ولكن ما يستخدمش لهدم الدوله، ولكنه واستخدم في هدم الدوله. فاذا انت دلوقتي للاسف المشكله حضرتك ان احنا دلوقتي اصبح كعاده المصريين
نفتي بغير علم في اي حاجه. فيا ريت لما انت لو انت واثق من معلومه معينه اقولها، مش واثق من معلومه معينه ما تتكلمش فيها. يعني زي ما حضرتك في موضوع حفر قناه السويس والمشروع جبار، طلع اقول لك اصل ده كده احنا بنحمي اسرائيل والقناه الثانيه ومش هنعرف نعبر. طب انت فاهم حاجه؟ انت اصلا رحت يعني انت دارس علم عسكري، دارس اعداد دوله الحرب، دارس يعني بتجيب منين الكلام ده يعني؟ هو ليه هدف في ده بالظبط، تشكيك يعني في كل حاجه. يعني الجيش الالكتروني او الناس اللي عندهم الوعي الوطني زي حضرتك، يعني رسالتهم ايه لدول؟ رسالتنا ان احنا نتقي الله في وطننا، ده مهم. يعني يا ريت نخلينا او نهتم بامورنا، نهتم بحالنا ونتقي الله في وطننا. يعني لكل واحد شايف ان انا بشتغل حاجه معينه اخلص فيها واركز فيها، يوم ربنا سبحانه وتعالى ايه نعم. يكرمني فيها. نعم. حاجه انا عارفها اتكلم فيها، حاجه مش عارفها ما اتكلمش فيها. بالظبط، ده المطلوب، ده المطلوب، ده المطلوب. يا ايها الذين امنوا لا اله الا الله، مش فاكر الايه يعني بالظبط. وليكن ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بالظبط. يعني دي حاجه. انا في ايه تانية بس مش فاكرها فيما معناه يعني انت خليك انت مؤمن ما يضلكش يعني الناس التانيين لو ما بقتش مؤمنه انت مالك وما بتتكلمش عنها، خليك في حالك. بالظبط كده. ألف شكر يا ست العقيد، وشكر أفضل حضرتك.